شارع المعز لدين الله الفاطمي قلب القاهرة التاريخية النابض وحالة حضارية فريدة. كتاب العمارة الإسلامية الذي تفوح صفحاته بأريج الزمن شاهدا على تاريخ 1000 عام من الحضارة الإسلامية. شهد الشارع الأشهر في القاهرة التاريخية أبهى المواكب والاحتفالات التي نظمها الخلفاء وشاركوا فيها بأنفسهم. من هذه المناسبات التي أولاها الفاطميون اهتماما خاصا حلول شهر رمضان رأس السنة الهجرية، وظل الشارع على مدى سنوات مقرا للحكم وإدارة البلاد. ولإعادة إحياء القاهرة التاريخية وشارع المعز الذي يضم وحده 33 أثر، صدر قرار رئيس الحكومة المصرية عام 98 بتشكيل مجموعة عمل على المستوى الوزاري، وهم يمثلون وزارة الأوقاف، التعمير، التخطيط، الحكم المحلي، الداخلية، النقل، محافظة القاهرة، وبرئاسة وزير الثقافة فاروق حسني. هذه اللجنة مهمتها الإشراف على وضع خطة عمل ومنهج لإعداد الدراسات المتكاملة طبقا لتصورات وزارة الثقافة. وبعد 11 عام من الجهد الشاق تم إماطة كل أنواع الأذى والتلوث والتشويه من الشارع التاريخي من أجل الحفاظ على الوجه العمراني والحضاري لمدينة القاهرة التاريخية لتصبح على قمة المدن التراثية تنظيما وجمالا. السادة والسادة، مساء الخير، أهلا بكم من قلب مصر، من قلب القاهرة، من قلب القاهرة الفاطمية، في منطقة هي تعبير بالفعل عن قيمة وحضارة هذه البلد. هذا الجزء من التاريخ لا يمكن أن يكون موجود في مكان آخر غير مصر. عندما نمشي أو نسير في هذا الشارع، شارع المعز لدين الله الفاطمي في القاهرة الفاطمية، نستطيع بالفعل أن نشعر بمدى الفخار لانتمائنا إلى هذه البلد، بمدى ما تملكه هذه البلد من كنوز، بالإهمال الذي مارسناه طويلا مع ما نملك، وبمحاولة الاهتمام بجدية مع ما نملك، وهو ما حدث من خلال تطوير هذه المنطقة. اخترنا هذا المكان لكي يكون مكانا للقاء السيد فاروق حسني وزير الثقافة. أهلا بك فندم. أهلا. ومن خلال التواجد في هذا المكان سوف نطرح قضايا ثقافية متعددة، قضايا مختلفة، قضايا أظنها بتشغل بالك وتشغل بال كل المصريين. وأسألك في البداية، عندما تجلس الآن في هذا المكان وإحنا موجودين فيه، أنت إيه إحساسك بهذا المكان؟ إيه إحساسك بما حدث، بما فعلت، بما قدمت؟ هو يعني برجع كده للذكريات وأشعر إنه بالفعل كانت مغامرة. يعني احنا دخلنا مغامرة. أنا بعتبرها، يعني بقول عليها مهمة، لكن في الحقيقة هي مغامرة. مغامرة لأسباب. إن القاهرة الإسلامية دي قاهرة يعني متفردة بكل المعايير. بتجد العمارة الإسلامية في عصورها المختلفة وبكل طباعها وشكلها المغاير لكل فترة، والتحدي لكل فترة من الفترات عشان تتفوق على الفترة السابقة لها. ويمكن الرمز في المنطقة دي كلها شارع المعز، اللي هو أطول شارع في مصر وأعرق شارع، يعني هو أقدم شارع في القاهرة. بيحتوي على 33 أثر من أجمل الآثار، سواء كان مساجد وجوامع وأسبلة وكتاتيب وقصور وخنقوات وأشياء. كل العناصر في العمارة الإسلامية موجودة في هذه المنطقة. طبعا المنطقة كلها، احنا دلوقتي في شارع المعز، لكن لازم نعرف ان المنطقة يعني أكبر من كده بكتير، وأكبر من كده بكتير. واحنا رممنا ما يقرب من 180 أثر إسلامي طوال الفترة اللي فاتت، وبنستكمل ده في المراحل الأخيرة، وبنستكمل أيضا عملية الإعداد المنطقة نفسها. فأنا عايز أقول إنها كانت أولا المهمة المستحيلة،
لان كانت تعديات السكان، تعديات المرور، تعديات الإهمال، تعديات الأبنية، تعديات على الأثر نفسه، أيضا عوامل التعرية سنوات طويلة لا أحد يعني كان بيتعامل مع هذه الآثار. النقطة الثانية إنه ده كانت فينيسيا مش القاهرة، لأن كانت المياه يعني هتشوف صور مش بالجانب الجمالي فيها أكيد. هي الجانب السيء يعني مش هتصور إن كان ده يعني شربت مشي. إمتى بدأ المشروع؟ والله بدأنا بالظبط تقريبا من 8 سنوات. يعني احنا خدنا دراسات طويلة، الدراسات دي تشخيص المنطقة وتشخيص كل أثر وتشخيص أيضا الحرف اللي موجودة ونوع التجارة وعدد السكان ونوعياتهم، أطفال قد إيه، سيدات قد إيه، رجال قد إيه، إيه الحرف اللي بتتم هنا، وإيه الحرف الضارة، وإيه الحرف المفيدة اللي بتعطي لهذا الموقع يعني. طب من 8 سنوات فقط، ليه خدنا فترة؟ هل الدراسات احتاجت الفترة الطويلة دي قبل البدء؟ أنت إمتى بدأت تفكر في أن هذه المنطقة ينبغي أن تنقذ، ينبغي أن تعاد إليها الحياة؟ لا، دي من 12 سنة، 4 سنوات دراسات، والترميمات دي من 8 سنين، وأمامنا لسه رممنا 180 أثر وقدامنا ما يقرب بتاع 60 أو 70 أثر. يعني الترميم ده مش زي البنى. البنى أنت تقدر تقول النهاردة أنا هبني عمارة 100 دور، هتقول هخلصها في 3-4 سنين. انما الترميم ده انت بتفتح ما تعرفش هتنتهي امتى، وخصوصا دي مجاهل. يعني احنا لقينا اشياء رهيبه، كان في مثلا نوع من الصهاريج مسدود عليها فتره من الفترات، ودي صهاريج اثريه تحت الارض ب8 و9 متر، حاجه رائعه اللي هي في الاسبله. يعني انا عايز اقول انها كانت الملحمه خدت وقتها لان الترميم ده معناه. هل بتعتقد ان رد الفعل على المستوى الشعبي، خلينا اسميها، هو رد الفعل اللي كنت بتتوقعه لهذا الحجم من الجهد، وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الرسمي؟ ايه رد الفعل؟ هل انت شايف ان هو رد الفعل ده رد فعل قوي جدا؟ واول شيء ساكني المنطقه بتعاونهم الاكيد. يعني في البدايه كان في نوع من المقاومه لان هم مش عارفين احنا هنعمل ايه. وبعدين انك انت تجعل الشارع للمشاة طوال فتره، طول النهار لحد بالليل الساعه 12، لان المشاة لازم يستمتعوا بالقيمه الجماليه دي، ما تبقاش عربيات رايحه جايه، ثم ان العربيات ايضا لها عوادم وبتاذي تاني مره تانيه الاثر. اتفقنا مع كل التجار ومع كل الساكنين، وبقت في طبعا ما في شك ان الغلق بيبقى بسيستم الكتروني بحيث ان تتفتح بوابات الكترونيه يدخل فيها اي وقت في اي حاله يعني محتاجه لسرعه تدخل وكده، ده كل شيء ده محسوب حساباته. انا شايف ان الناس بتستمتع، ان حتى التجار هنا ابتدوا يدركوا معنى الناس تمشي يعني هتقف وهتفصله وهتتفرج على حاجات وتشتري منه. لو الناس بعربيه مش هتقف. هل لقيتوا مقاومه في الاول وانتم بتنفذوا المشروع؟ طبعا من اهل المنطقه نفسها؟ مقاومه من كل حته.